بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غسالة ديالي السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في وصفة جديدة وفيديو جديد. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم عواشركم مبروكة، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر يا ربي، وكل عام وأنتم بألف خير. الوصفة ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي تكون دوازتاي غنية عن التعريف، حلوة ريش بوند الرائعة محبوبة الجماهير اللي كتجي رطبة هشيشة وكتذوب في الفم ولذيذة بزاف. ما كاينش فينا شي واحد اللي ما كيبغيش ريش بوند. صراحة رائعة، كتجي بحال تقولي كيك ماشي حلوة. فبقاو معايا نشوفوا المقادير والطريقة بإذن الله تعالى. بسم الله. بالنسبة للمقادير عندي 2 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، القشر ديال الحامض محكوك في الحكاكة رقيقة، كأس من سكر سنيدة أو سكر حبيبات، كأس من الزيت النباتية، رشة ملح لتصحيح الذوق، كيس من سكر فانيلا من وزن 8 غرام، وكيس من خميرة الحلويات من وزن 8 غرام، وبطبيعة الحال الدقيق باش نجمعو هاد الحليوة ديالنا إن شاء الله. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو، مكونات بسيطة واقتصادية وإن شاء الله الرحمن الرحيم موفرة في كل بيت. بسم الله. في قصرية وضعت البيض، رشيشة ديال الملح، وضفت السكر سنيدة وكنخلط غير بالفوي. هاد العملية البنات تقدروا ديروها في الخلاط الكهربائي كذلك. انا غنستعمل معكم غير الخلاط اليدوي. خلطت العناصر جيدا حتى ولا اللون ديال البيض فاتح، وبديت بإضافة الزيت بالتدريج وأنا كنخلط حتى تمتزج جميع العناصر جيدا مع بعض. بعد ما خلطت العناصر مزيان غادي نضيف كيس من سكر فانيلا اللي ممكن الاستغناء عليه والاكتفاء فقط بالقشر ديال الحامض محكوك. كذلك ضفت معلقة صغيرة من مربى المشمش، نسيت ما ذكرتهاش لكم في الاول في المقادير، وغادي نخلطها حتى هي مزيان هكايا بالفوي. الا كان المربى السائل يكون افضل. ضفت القشر ديال الحامض محكوك، ممكن تعوضوه بالقشر ديال البرتقال محكوك حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع ومميز لهاد الحليوه هادي. بعد ما خلطت العناصر مزيان غادي نبدا باضافه الدقيق وغير بالتدريج باش باش ما نحصلوش على واحد العجين اللي قاصح بزاف. بعد ما ضفت الدقيق كيف ما شفتوا معايا زدت خميره الحلويات 8 غرام، وغادي نخلط دائما غير بالخلاط اليدوي. من بعد راني غادي نستعمل اليد باش نتحكم في القوام ديال الخليط. كيف ما شفتوا هنا راني مازال مستمره باضافه الدقيق وكنحاول نجمع هذا الخليط غير برؤوس الاصابع. العجين ما كندلكوهش غير برؤوس الاصابع فقط، وهذا هو القوام اللي خاصني نتحصل عليه. القوام ديال العجين كيكون رطب ومرخوف وكيتجمع. هانتوما كيف كتشوفوا كيتشكل معايا بكل سهوله وفي نفس الوقت ما كيلتصقش في اليد. يكون رطب البنات. حاولت نقرب لكم الصوره باش تكون واضحه. صافي هنا بديت كنشكل كويرات صغار. عاده البنات الريش بوند معروفه كنديرو كنلصقو وحده مع وحده. يعني في هذه الحاله اللي باغا دير ريش بوند ملصقاها مع بعضياتها، فغادي دير الكويرات كل وحده فيها الوزن ديال 7 حتى ل 8 غرام، ما تفوتهاش. كيف كتعرفوا فاش كندخلوها للفران الحجم ديالها كيتضاعف وكيكبر، وبالتالي الا لصقناها غادي يبان ديك الشكل ديالها مشوه، وحتى في الماكله ديالها كتجي صعيبه. فاش كيكونوا 2 حليوات متلاصقين والحجم كبير راه كتجي ماشي هي هذيك. انا اليوم غنديرها لكم غير فرديه هكا، ما غاديش نلصقها. غادي ندير كويرات متوسطه الحجم ماشي كبيره بزاف. وانتم لكم الاختيار. انا اعطيتكم غير اقتراح هكا، بغيتو ديروها متلاصقه فما تفوتوش 7 غرام في كل كويره. واللي غادي تلصقها منين تشكلوا كويرات حاولوا تبسطوهم شي شويه باش منين تلصقوها ما تجيكمش ديك ريش بون ديالكم مقبزه وعاليه بزاف. بالنسبه ليا انا غنديرها فرديه، راني خليتها هكاك مكوره، غير شكلتها كويرات وستفتها في طاوه اللي مفرشه بورق الطبخ، وكان الفران ديجا عندي مشعول قبل مسخن من قبل. دخلتها للفرن على 180 درجه، حطيتها في الرف الوسطاني
النار من التحت ومن الفوق. فقط تاخذ لوين ذهبي كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو، وتخرجوها من الفران. ما تخليوهاش يعني تحمر بزاف باش ما تجيكمش قاصحه وناشفه. هذا هو طيابها، يعني كيكون داك اللوين ذهبي فاتح. خليتها على جنب، وخديت كاسرونه وضعت فيها واحد الكميه من مربى المشمش، يعني استعملوا المربى الخاص بالحلويات. غادي نضيف له شويه ديال الماء الزهر باش نخففه، وغادي نوضعوه على النار يسخن. اللي ما تبغيش ماء الزهر تعوضوا بعصير البرتقال اذا كان متوفر. تعصروا وتضيفوا على المربى وتسخن الخليط فوق النار. هانتوما كيف كتشوفوا الخليط ديالي راه هنايا طالع منه البخار، يعني راه سخون. وهنا على جنب عندي واحد الطبيصل اللي وضعت فيه الكوك اولا جوز الهند، اللي غادي نفند فيه هاد الحليوه هادي. وصافي هنا بديت كنهز دوك الحليوات ديالي وكنوضعهم في الكاسرونه اللي فيها هذاك المربى اللي ديجا خلطناه مع ماء الزهر. كنحركهم مزيان مزيان وكنقلبها، يعني باش تشرب ديك المربى مزيان. بالنسبة ليكم اللي ما بغاتش دير ماء الزهر كيف سبق وقلت، تقدر دير فقط عصير البرتقال، او لا تستغنى عليهم بجوج، غير هما كيعطيو واحد المذاق مميز جدا لهاد الحليوه هادي. بعد ما كنغطسوها في هاد الخليط كيبقى واحد المذاق رائع في الحليوه ديالنا. غادي نستمر هكا كنقلبها، ومن بعد بواحد الفورشيت غادي نبدا نهز وحده بوحده وكنستقطر الفائض ديال المربى، وكنحط في الطبيصل اللي عندي فيه الكوك. بالنسبه لكم تقدروا يعني ديروا هكا نفس العمليه، تغطسوا الحليوات ديالكم في المربى وتوضعوا في واحد الصفايه كبيره حتى تساليو كلشي، عاد توليو يعني تزينوها في الكوك. ومن الاحسن البنات تفادوا انكم تخدموا حبه بحبه، حيتاش الكوك ديالكم غيبقى يتوسخ. من الاحسن وضعوا مثلا، انا هنا درت واحد 10 ولا 12 حبه في المربى، هزيتهم بالفورشيط حطيتهم في الكوك، عاد غادي نبدا كنفندهم. صافي غادي نبقى مستمره هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه لعدد الحبات اللي تحصلت عليه هو 50 حبه، يعني بجوج بيضات فقط تحصلت على 50 حبه ديال ريش بوند. الاخوات اللي بغاو يضاعفوا الكميه فممكن يعني غيديروا 4 البيضات مع 2 كيسان سكر و2 كيسان ديال الزيت. هكا كيمشي القياس ديالها مع 16 غرام ديال خميرات الحلويات، وتقدروا ديروا غير 12 غرام. الاخوات اللي بغاو يضاعفوا الكميه، خميره الحلويات يقدروا يكتفيوا فقط ب 12 غرام، حيتاش هي كتنفخ ويعني والحجم ديالها كيكبر بزاف ما شاء الله، فلا داعي باش ديروا 16 غرام. صافي هنايا كيف كتشوفوني كنحاول نلبس هاد الحليوات ديالي جيدا بالكوك. ومن الاحسن البنات تعملوا كوك اللي النوعيه ديالو تكون مزيانه، ويكون ميدم، ما يكونش ديك الكوك اللي خشين وكيكون كبير وناشف. هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي. نصيحه البنات اللي غادي تغطسها في المربى، فضروري الحلوه ديالكم بعد ما تساليوها توضعوها في واحد العلبه محكمه الاغلاق وتحطوها في الثلاجه، حيت كيف كتعرفوا الحال سخون دابا وهي ديجا مغطوسه في المربى. الا خليتوها برا من الثلاجه وسيرتو الا بقات لكم يعني واحد المده، راه غادي تغمال وغادي تضيع لكم بسرعه. الحليوه ديالكم احتفظوا بها في الثلاجه من الاحسن باش تبقى لكم طريه ويعني وما تضيعش. كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي. غادي نقطع معكم وحيده باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي رائعه اخواتي، هشيشه وطريه ومنسمه بديك المذاق ديال ماء الزهر. صراحه قمه في الروعه وكتذوب في الفم ذوبان. هانتوما شوفوا معايا هنا، كنحاول نقرب لكم باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. لذيذه بزاف البنات، غير ما تعكزوش عليها، وغير بمقادير اللي بسيطه ما شاء الله كتحط. هانتوما غطير عامر 50 حبه ما شاء الله. غير ما تعكزوش عليها، ونتمنى انكم تجربوها. شوفوا هنايا شحال هشيشه هشيشه بحال كتاكلوا الكيك، رطبه بزاف ومذاقها رائع. فكنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي ارائكم في التعليقات. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك التعليق والبارطاج، ومع السلامه.